في عندنا جنازة أمرها مريب، فيها شيء مو صحيح. وش فيها؟ يقول فجيت فوجدت الرجال في بطانية، محطوط في بطانية هذا الإنسان ومتجرد من الثياب، ما عليه شيء أبد. يقول فنظرت برا وإذا اثنين من الشباب جالسين برا. تقربون الرجال تعرفونه؟ قال مالك دخل مطوع غسله. يقول قلت ما غسله حتى يأتي أبوه أولي أمره، أحد يعرف زين. يقول فبعد شوي جاء أبوه فسألته وش حال ابنك؟ قال تكفى لا تفضحنا مطوع غسل الله يجزاه خير. يقول فبدأنا نغسل وحنصب عليها الماء. يقول وبدأت الريحة تظهر، الريحة الكريهة، ويبدأ يميل شكل هذا الإنسان ولونه إلى اللون الأسود كما شفتوا قبل قليل، لأن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم لأنهم يرون العذاب، يرون ملائكة العذاب وتظلم الوجوه، لأنه لا يريد أن يقابل الله جل وعلا بهذه المعصية، لا يريد أن يقابل الله جل وعلا وهو تارك للصلاة كفر. ولذلك سبحان الله تبدأ تخرج هذه الريحة النتنة. يقول والله يا أبو مشعل ما استطعنا أن نغسل هذا الإنسان. يقول توطأت بالشماغ الأول ثم أخذت شماغ ثاني. يقول مع ذلك الريحة صارت كريهة. يقول فما تممنا غسيله قدمناه للإمام، فلما دخلنا المغسلة المسجد عشان يصلى عليه يقول طلعت الريحة تزود أكثر وأكثر، ريحة كريهة. يقول فبخرنا المسجد فصلينا عليه. يقول فمشينا إلى المقبرة. يقول والله الغريب أن اللي مشى معنا للمقبرة قليل، يمكن 3 أشخاص أو 4 أشخاص. يقول فوضعناه في القبر فدفناه. يقول فبديت أسأل عن وضع هذا الإنسان، وش وضع هذا الإنسان؟ يقول فوصلت إلى زملائه، وش وضع زميلكم؟ قالوا زميلنا كل ما رحنا نصلي وقلنا مشينا الصلاة قال إن شاء الله روحوا بنحكم، كل ما قلنا مشينا نصلي يقول جالس على الانترنت، جالس على هذا الكمبيوتر يعصي الله جل وعلا. يقول يوم من الأيام قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، دمرت عليه حياته وآخرته. يقول روحوا صلوا خلص صلاتكم تنفعكم. شوف هذه الكلمة. فشار الكمبيوتر هذا الإنسان العاصي الذي أعرض عن ذكر الله جل وعلا، والذي قال ربي جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم. الإنسان لما ما يتفقد قلبه ويعيش مع مجالس الذكر والإيمان والصلاة والقرآن يصير القلب عليه ران من المعاصي والذنوب، فلا يرى المنكر ولا لا يرى المعروف معروفا ولا يرى المنكر منكرا. هذا الإنسان غافل ضايع تايه عن طاعة الله جل وعلا. يقول فدخل الغرفة وقفل عليه وفتح الانترنت وبدأ يعرض جسمه لامرأة عاهرة وهي كذلك تعرض نفسها له. يقول اخت طقت الباب ما فتح، نادت ابوه فكسروا الباب فجلسوا ودخلوا على هذا الانسان. يا اخوان منظر مريب. ملك الموت لما قفل الباب قفل عشان المخلوقين ما يرونه، عشان اخته وامه وابوه الصغير ما يدخل عليه، لكن ملك الموت اذن الله جل وعلا وامر الله جل وعلا ملك الموت ان يدخل عليه بدون استئذان. دخل ملك الموت قبض روحي. يقول والله وهو جالس ما عليه ملابس، يعرض نفسه لصوره. فقال ابوه سود الله وجهك، وشالوه على المقبره وحطوه. أسألكم بالله لو كان عنده صلاة هل نحزن عليه؟ أبوه الآن تلقاه يبكي عليه، أمه الآن تبكي عليه، ندمانة عليه. لذلك أهل القبور وش يقولون؟ إذا خرجوا من الدنيا على معاصي رباه ارجعون. ليش؟ عشان أكمل البيت، عشان أستاذن من الزوجة، أسدد الديون؟ لا، رباه ارجعون لعلي أعمل صالحا. بس يبغى عمل صالح، يبغى يتوب، يبغى يعود. إذن الآن التوبة موجودة. إذن يا عبد الله يلي ما تصلي عد إلى الله جل وعلا، اللي عندك تقصير بالصلاة بادر إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالدنيا ولا بالدراهم ولا بالدنانير، إنما أوصى بالصلاة. الصلاة يا عبد الله الصلاة. لذلك كل أركان الإسلام لما فرضها الله جل وعلا فرضها على الأرض إلا الصلاة. الله جل وعلا استدعى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج إلى السماء وفرضها هناك 50 صلاة. أركان الإسلام كلها على الأرض إلا الصلاة. استدعى الله جل وعلا النبي إلى السماء، وهي الركن الوحيد من أركان الإسلام التي يا عباد الله تمر معنا في اليوم 5 مرات. كل أركان الإسلام بعض منها ممكن ما يمر معك في العمر إلا مرة مثل الحج، بعض منها المقتدرين مثل الزكاة، الصيام. إلا الصلاة هي تمر معك في اليوم 5 مرات. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وين؟ في برج إيفل في باريس ولا في سويسرا؟ لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا يا أحبابي نوصي أنفسنا، نكلم جيراننا، نبلغ إخواننا، نبلغ زملائنا. عندك تقصير وكل لذلك الرجل، وأنا أول شخص مقصر فيكم في طاعة الله، لكن الله بالصلاة. الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عندك معاصي منكرات، عود، مخدرات، شراب، مغازل، بنات، انترنت، مواقع اباحيه، باذن الله تحافظ على الصلاه، والله ان الله جل وعلا يحفظك. والله متى ما سجدت لله، متى ما دعيت الله، انت تدعو ملك كريم جل جلاله، والله ما يردك خايب. ان الله جل وعلا في الحديث يستحي اذا رفع العبد يديه ان يردهم صفرا. الله يجزاك الجنه. الله يسقيك والسامعين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يحرم وجيكم على النار. والله يا اخوان اننا نتحسر يوم نرى في مغاسل الاموات. يحدثني احد الزملاء في مغسله الراجحي يقول والله يا ابو مشعل القصص هناك مبكيه. تدرون العام الماضي منصرم كم جنازه بس في الرياض؟ قرابه 12,000 جنازه و700. 12,000 جنازه بس في الرياض يا اخوان. منهم من كان عنده طموح يبغى يتخرج، يبغى يتزوج، يبغى يصير دكتور، يبغى يصير طيار، خلاص تاهل ملك الموت، اذا ما قدمنا للعمل. وانت سعيد، انت الان في هذه الدنيا وانت في صلاه، في عباده، في طاعه، انت سعيد، انت موقن متى ما قبض الله روحك وارتحلت من هذه الدنيا انت راضي مستانس مبسوط. ليش؟ لانك على صلاه مع الله، ما انت بخايف، ما عندك قلق. لذلك يا اخوان الذي بعيد عن الله ضنك، هم، طفش، كآبه، حزن، ينتحرون. ليش؟ يصابون بالوسواس، بالقلق النفسي. الان المستشفيات النفسيه كثرت عندنا عياده الدكتور طارق الحبيب هنا، اذا بتحجز يعطيك موعد السنه القادمه. ليش؟ ما كنا نعرف هذه الاشياء، البعد عن الدين، البعد عن الصلاه، البعد عن المساجد، القلق النفسي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام احدكم، يا اخوان اسمعوا هذا الحديث، إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد يضرب على كل عقدة، نم عليك ليل طويل. قال كيف نفك هذه العقد؟ فإنه قام وقال لا إله إلا الله انحلت عقدة. إنه قام وقال لا إله إلا الله كلمة التوحيد انحلت عقدة. فإنه توضأ انحلت الثانية. فإنه صلى انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس نشيط. طيب النفس نشيط مبسوط، مو مكتم ضايق طفشان. أما ذلك الثاني المسكين الذي ترك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وأصبح خبيث النفس كسلان، طفشان، مقفل معه، زهقان. لذلك الله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، طفش، هم، قلق، اكتئاب، يمطوع أنا مسحور، يمطوع أنا فيني عين، يمطوع تعال قر علي، أنا طفشان. والله يا إخوان كله من إيش؟ الذنوب والمعاصي. لذلك هذه الأيام فتن فتن فتن. تفتح التلفزيون تشوف مصيبة، تنزل الأسواق ترى التبرج والحريم، وتروح في مجلس تسمع غيبة ونميمة وعود ومصايب. كل هذه فتن إن لم تعالجها بالصلاة وتطهر قلبك بالإيمان، مجالس الإيمان، فأنت على خطر عظيم. نبي نسمع بس محمد قبل نختم قصيدة عن أخونا محمد على المغازي ثم نرجع لعبد العزيز.